السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تعود عليكم الأيام بخير يا رب. النهاردة أول فطار رمضان، طبعا لازم بيبقى محشي وبطاية محترمة كده. اللي عمل محشي يقولي واللي ما عملوش يعمله. معايا هنا مية حطاها للبطة ومية حطاها لورق العنب، وهنا التسبيكة اللي كنا مسبكينها مع بعض. اللي ما شافش الفيديو يشوفه. تفريزات رمضان. شايفين يا جماعة جمال التسبيكة زي ما هي وسعفاني بصراحة جميلة قوي. هنعمل على طول، مش هنسبك ولا حاجة، هي متسبكة جاهزة. انا مطلعاها من بالليل فكت وخدت نصها كده. هعمل بقى على طول اول ما هتفك كده احط التوابل واسيبها تفك. انا حطيت هنا معلقة كبيرة كمون ومعلقة كبيرة فلفل ومعلقة كبيرة كزبرة. انا ما بحبش يا جماعة التوابل تبقى كتير في المحشي بالذات، اهم حاجة الكمون والكزبرة والفلفل بس كده. وبحط بقى الرز وبحط وبظبط ملحه كويس أوي، ما بخليهوش دلع خالص. بظبط الملح وبحط الرز انا غاسله الرز كويس قوي. وهحط الخضره، بنكتر الخضره فيه وبسيبه بقى على نار كده بيتشوح كويس قوي وينشف. ده اهم حاجه في تسبيكه المحشي. انا هنا مكتره الرز، هعمل نوع واحد بس، هنعمل ورق عنب ومكتره الرز ومشوحاه كويس وهعينه في التلاجة. ممكن كمان يوم ولا اتنين نجيب كرنبايه ونعملها. برضه هبقى اصور معاكم لو عملت. يعني احنا في رمضان ونخلي الحاجات دي تحت ايدينا كده، في اي وقت نعمله. خلاص كده هشوح الرز كويس قوي، وبرضه حاطه الميه هنسلق ورق العنب. وهنا البطايه حاطه الميه غلت وغسلها كويس قوي. انا طلعتها من بالليل فكت والصبح نقعتها لغايه ما جيت اسوي. نقعتها بجنزبيل وليمون وملح، ده اهم حاجه بيشيل اي زفره فيها يا جماعه. هحط هنا لورا واحط كمون برضو معلقه كبيره وحبهان برضو، دي كل البهارات اللي بحطها في الشوربه. الشوربه بتبقى صافيه معايا وجميله جدا وريحتها وطعمها جميل. هشوح الرز زي ما انتم شايفين، لسه بشوح في الرز. وحطيت ملح وحطيت التوابل وكل حاجه كده جاهزه بشوح فيه بس. هسلق بقى ورق العنب وبعدين هنحشي مع بعض. المية غلت هحط ملح وليمون بس كده. وبرضو غسلت ورق العنب كويس قوي. انا مقطفاه من العنقود بتاعه يعني وشطفته كويس قوي عشان في السوق وكده لازم يتشطف. وهسلقه بس كده، مفيش اي حاجة تاني. مننساش يا جماعة نصلي على سيدنا النبي طول ما احنا بنعمل. برضو يعني مش احنا بنطبخ خلاص ملخومين. لا، الذكر كويس قوي في رمضان، نفكر بعض بيه. خلاص كده سلقت ورق العنب، هو طري مش يعني ما قعدتوش كتير. حسب ورق العنب اللي انت جايباه، لو ناشف شويه نسيبه ياخد قلبتين تلاتة كده وبعدين نشيله نسلقه كويس عشان الورق ما يبقاش يشد واحنا بناكل. خلاص كده الورق يعني مش مستحمل زي ما قلت لكم، بحطه اول ما بيصفر كده قلبتين وبشيله على طول. هخلص سليق وهنحشي مع بعض. الرز هيبقى جاهز والبطايه بتستوي. برضو انا كنت شيلته من الميه السخنه حطيته في ميه ساقعه، والميه سخنت قوي عليه هشيله تاني في ميه ساقعه. دي اهم خطوه عشان الورق ما يستويش قوي معاكي ويتهري وانت بتعملي. خلاص الرز، شايفين الرز يا جماعه متشوح كويس قوي وناشف من اي حاجه فيه. يقعد معايا يومين اسبوع كمان في التلاجة ما يجرالوش اي حاجه. انا مكتره فيه زي ما قلت لكم. هنخلص ورق العنب وهشيل الباقي في علبه في التلاجة. في اي وقت هنجيب كرنبايه، انا ما عملتش الورق عنب، نبقى نجيب كرنبة ونحشيها مع بعض. خلاص دي طريقتي في المحشي. انا حبيت اطول لكم شويه فيها كده عشان تشوفوني وانا بحشي وبس. وهخلص معاكم واكمل بقيته واقعد كده في الارض بقى ونحشي واخلصه وهوريه لكم في الاخر. شكله جميل وكان جميل قوي وكان طعمه جميل قوي في الاكل. اللي عمل محشي ما ينساش يقول لي. ده اهم يوم، اول يوم كده بنعمل فيه كل يعني مصر كلها بتعمل محشي ده اكيد. انا حبيت اصوره لكم واللي ما عملوش يعمله. هنخلص محشي وهنعمل صينيه رقاق. الرقاق طالع تحفه. ده الرقاق اللي كنا عاملينه مع بعض في فيديو الخبيز العيش والرقاق. اللي ما شافش الفيديو برضو يشوفه كده. معانا فيديوهين في الفيديو ده، الرقاق وتفريزات رمضان.
الفيديوهين كانوا جمال بصراحة وجايبين مشاهدات حلوة. شوفوهم وقولوا لي رأيكم في الرقاق. أنا عملته معاكم النهاردة، بس عملته بالكبد والقوانص. اللي بيحبه بالكبد والقوانص، أنا حاسة إن هو بالكبد والقوانص بيبقى أجمل من باللحمة. الاتنين جمال بصراحة، ما فيش كلام. يعني الرقاق الناشف بيبقى جميل قوي، وفي ناس كتير قوي بتحبه. خلاص كده خلصت المحشي. شايفين جمال المحشي؟ زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، انا ما بحبش رز خالص في المحشي يبقى خارج بره. هحط هنا بقى ليمون كده عليه، غسلتها كويس وقطعتها، وهغطيه بقى لما نعمل الرقاق وبعدين نزيده. انا بادئه هنا يا جماعه العمايل بعد العصر لغايه المغرب. انا ما بحبش ابدا في الاكل قبل كده، عشان الاكل يبقى صابح معايا، ويعني ما يبقاش في حاجه بارده، يبقى حلو كده ويشوق للاكل طبعا. خلاص كده معايا هنا كبد، الكبد والقوانص انا مخليه كبدتين بتاع الفراخ وكبده من بتاع البط. شوحتهم كويس قوي بمعلقه السمنه، ومعايا بصله كبيره هحطها عليها قبل ما ميتها تنشف كده. هي ما نزلتش ميه لان انا مسخنه الطاسه كويس. وهحط البصلايه واحط لها البهارات، وهغطي عليها قبل ما اغرق الرقاق. خلاص كده حطيت التوابل وهقلبهم كويس وهغطي عليهم، وهوطي النار وهسيبهم يستووا كويس عبال ما اخلص تغريق الرق. معايا هنا معلقه سمنه بلدي كبيره كويسه. دهنت الصينيه، ومكان المعلقه هحطه في الشوربه هنا. يعني ما حطيتش فيها سمنه ولا حاجه لان هي بتاع بط دسمه قوي. يا دوبك مكان المعلقه بس، وسيحت المعلقه كده وغرقت الرقاق. شايفين جمال الرقاق؟ كان جميل جدا. ما بتسيبوش خالص، يعني ما بيتهريش منك ولا اي حاجه. مجرد ما ببله كده بيستحمل. وهنا الكبد والقوانص كانت استوت معايا. هحط على النار الهاديه دي السمنه تسيح، والقعر برضو يبقى احمر كده وحلو، هتشوفوه في الاخر. حطيت الكبد والقوانص وهغرق بقى الرقاق. طبعا النار كانت حاميه. انا مولعه على فكره على الشوربه، مش الشوربه بارده خالص، ما انا مولعه عليها علشان الرقاق يا جماعه معمول في البيت مستحمل. لو انتي شارياه ومش هيستحمل، ما تولعيش، سخني الشوربه وخلاص واطفي عليها. انما انا مولعه الشوربه وبغرق. شايفين جمال التغريق؟ على طول. واحط هنا معلقه سمنه كبيره وهدخلها الفرن. هزيد بقى المحشي كده كله ورا بعضه كده. زي ما قلت لكم انا بادئه بعد العصر وبهعمل كله مره واحده. خلاص كده شايفينه جمال الشوربه دسمه، ما فيهاش اي شوائب ولا اي حاجه. انا ما بحبش بصراحه احط فيها طماطم او اي خضار خالص. ما فيش غير الكمون واللورة والحبهان. خلاص كده انا زدت المحشي. بيبقى الشوربه فوق السطر الاول كده، وهغطي عليه. ولما يقلب هتبقى النار عاليه، لما يقلب قوي هوطي عليه. كده كانت الصينيه طالعه معايا من الفرن. شايفين جماله يا جماعه؟ كان جميل قوي. تسلم ايدي اللي عملته يا رب. كان جميل. هنا هحمر البطايه. يعني ده مكان تحمير قديم، حطيت عليه معلقه سمنه وهحمر. شايفين هنا النار انا وطيت عليه خالص وكان استوى وشرب كل الشوربه اللي فيه. خلاص كده معلقه السمنه ساحت. هحط البطايه هحمرها، وهنعمل لسان عصفور مع بعض، شوربه العصفور. الشوربه دي جميله وعملها سهله جدا، واعملوها بالطريقه دي هتطلع معاكم تحفه. انا حطيت سنه صغيره سمنه لان الشوربه دسمه، مش عايزاه يبقى دسم قوي. وممكن تحمريه من غير اي حاجه خالص لو الشوربه دسمه، بس انا حطيت سنه صغيره سمنه بتديله طعم حلو. وهحمر فيه اللون ده كده تمام. هزيده بقى شوربه، يعني مش بزيده زي المحشي كده، لا بخلي الشوربه زياده شويه. وقبل ما يشرب الشوربه بطفي عليه. خلاص كده خلص يعني شوربه العصفور. وهنغرف مع بعض اوريكم جمال المحشي. المحشي كان تحفه يا جماعه وطعمه جميل. يا رب يعجبكم. وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة، وتقولوا لي لو عملتوا محشي في أول يوم. هنا معانا البرتقان برضو اللي كنا مفرزينه مع بعض، حطيته في الشفشق وحطيت عليه نص مج بس سكر، وكملت الشفشق مية وهخلطته. يعني لو هتعملوه في الخلاط ماشي مفيش مشكلة، أنا عملته عشان كان في الشفشق على طول. شايفين جماله يا جماعة؟ ولونه جميل جدا. العصير كان جميل قوي.
انا حبيت اشارككم برضو واوريه لكم اللي انا كنت مفرزاه. طالع بقى يعني فك، انا مطلعاه من الظهر كده. كان فك معايا برضو مش قوي، بس يعني حطيت عليه الميه راح فك، بس كان ساقع لان هو كان متلج. حطيت عليه الميه فك، فضل ساقع كده وجميل. جربوه بالطريقه دي برضو هيعجبكم. خلاص كده شايفين جمال المحشي. المحشي استوى معايا، هشيل الليمون وهنغرفه مع بعض. برضو شايفين مش خارج ولا رز كده ولا اي حاجة، ومستوي كويس وشكله تحفة. كان جميل قوي بصراحة، والبطاية كده هحطها لكم عليه. الفيديو جميل والاكل كان جميل قوي. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الايام بخير يا رب. ونشارك مع بعض الايام الحلوة كده في الاكل ده يا رب يكون الاكل عاجبكم. خلاص كده هغرف برضو معاكم صينية الرقاق. هي بردت شوية بس كانت جميلة جدا، وانا متعمدة اعملها بدري شوية عشان تبرد واعرف اقطعها. واللي يعملها بدري وتبرد معاه ممكن يحطها في الفرن تاني دقيقة واحدة، هتسخن معاه وتبقى جميلة جدا. بس هي ما كانتش بردت قوي يعني، هي لسه دافية. هقطعها وهنغرف بقى العصفور مع بعض، شوربة لسان العصفور. شوربة جميلة، شايفين يا جماعة هنا كانت اتشربت بقى. يعني أنا طافية عليها وهي فيها مية. شربت شربتها واستوت خالص وبقت جميلة. ما يعني ما تحاولوش تشربوها قوي عشان ما تستويش منكم وتبقاش حلوة بعد الغريف. الأكل كان جميل زي ما قلت لكم. جربوه بطريقتي وقولوا لي رأيكم في طريقتي، والفيديو عامل ايه. وإن شاء الله هنعمل حاجات جميلة قوي في أيام رمضان. أيام رمضان جميلة وأكلها لازم يبقى جميل، ونشجع الأولاد كده للصيام. شايفين يا جماعة المحشي والرقاق وشوربة العصفور. ده كان يومنا بسيط جدا، مفيهوش أي حاجة. وعملنا سلطة خضراء والعصير. ويا رب يكون عجبكم. وما ننساش نحط لايك للفيديو ونعمل اشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.